السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على مدرب المنتخب البلجيكي الذي قال أن المغرب يملك لاعبين مميزين فرديا مثل زلزولي وبوفال وزياش، ومدربا جديدا يقود مجموعة تريد إظهار ما لديها في المونديال. اعتبر مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز أن المنتخب الوطني المغربي لديه لاعبين مميزين من الناحية الفردية، ضارب المثال بأسماء عبد الصمد الزلزولي وحكيم زياش وسفيان بوفال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأسود يصلون إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بمدرب جديد ورغبة جامحة في الظهور والتألق. وقال الإطار الإسباني في حوار أجرته معه صحيفة ماركا: المغرب لديه روابط كبرى مع بلجيكا أكثر مما يعتقد البعض، يضم في صفوفه 4 إلى 5 لاعبين لديهم جنسية بلجيكية، كما أنه يمتلك لاعبين ممتازين على المستوى الفردي، وهناك لاعبون يوجدون الجانب الفردي والنزالات الثنائية مثل سفيان بوفال وحكيم زياش وعبد الصمد الزلزولي. المنتخب المغربي يصل إلى المونديال بمدرب جديد ومجموعة حريصة على إظهار ما بداخلها من الإمكانيات، ويتواجد المنتخبان البلجيكي والمغربي في المجموعة واحدة ضمن نهائيات المونديال إلى جانب كرواتيا وكندا، وسيتواجدان يوم الأحد 27 نوفمبر الحالي. يذكر أن المنتخب البلجيكي انهزم أمس الجمعة في آخر مباراته الودية قبل كأس العالم بسقوطه ب2 مقابل 1 أمام المنتخب المصري في المقابلة التي دارت بينهما على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت.